السؤال بقى اللي هو لازم اي حد قبل ما يفتح بزنس، يعني هل انا good enough as a business owner، ولا انا فيا السكيلز بتاعت رواد الاعمال او صاحب بزنس ولا لا؟ انا اسمي سمر ابراهيم، بشتغل في مجال البزنس ورياده الاعمال والاستثمار. بصي، البيتشنج هي زي البرزنتيشن سكيلز بالظبط، عشان كده كنا دايما لما بنيجي مثلا ندي سيشنز للستارت ابس في الانكيبيتورز او في الحاجات دي كلها، نقول له ايه، شوف اكتر حد في التيم شاطر كبرزنتيشن سكيلز ومتكلم ولابق، وخليه هو اللي يعمل البيتشنج، مش لازم صاحب الشركه هو اللي يعمل بيتشنج. قولي لي بقى رحلتك في الكونتنت كرييشن على الانتربرينور شيب عامله ازاي؟ رحله صعبه جدا. الجود منتور هو ان يكون فاهم في اللي انت بتساليه فيه. هلو يا سمر. هلو يا رندا، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انا مبسوطه ان انت معايا في بودكاست جود انف. البودكاست ده معمول علشان الناس اللي بتفكر في كل حاجه، الناس اللي بالليل بتنام ما بتبقاش عارفه تنام، فاحنا عايزين نجاوبها على اسئله. الاسئله دي في مجالات مختلفه، ملهاش علاقه بمجال واحد بس ليها علاقه بمجالات كتيره قوي. ناس كتيره دلوقتي بتكلمنا عن انه في بيزنسز او في ستارت ابس عايزين ياخدوا انفستمنت، خصوصا مع وجود شارك تانك. فكان مهم قوي ان انا تكوني موجوده معايا كضيفه علشان تعرفي اكتر الناس عن ايه هي الستارت اب، يعني ايه الفرق ما بين الاس ام اي والستارت اب. مواضيع مختلفه هنتكلم فيها، بس الاول ممكن تعرفينا بنفسك. طيب، اولا انا مبسوطه معاكي جدا النهارده. انا يعني مبسوطه ان احنا بنتكلم وان احنا اصلا يعني صحاب ومعرفه قديمه. انا اسمي سمر ابراهيم، انا بشتغل في مجال البيزنس ورياده الاعمال والاستثمار بقالي فتره. يعني بدات اصلا من الاول في المجال ده بان انا كنت فاوندر. بدات بان انا كنت ستارت اب فاوندر لتو بزنسز، والاثنين كانوا يعني مختلفين عن بعض تماما. واحده في الاي كوميرس والثانيه في الشوبينج واللاست مايل ديليفري، شحن وتوصيل. وبعد كده قررت ان انا لا، انا مش عايزه اكمل اكون صاحبه شركه. حسيت اللي هو لا يا جماعه، الموضوع ده صعب عليا جدا، ولا يعني الله يكون في عون فاوندر لاي شركه يعني. فقلت لا خلاص، يعني ذاتس انف. وبعدها رحت انتقلت بقى لحته البيزنس والاستثمار. اشتغلت بقى في ادفنتشرز فينتشر كابيتال، دي بتساعد الشركات في مجال التعليم. وبعد كده في جامعة حلوان بنساعد برضو الستارت ابس في مجالات الباي تكنولوجي، الباي ميديكال. واشتغلت برضو في انجل فاند، كان جلوبال انجل فاند برضو. وحاليا دلوقتي فينتشر ستوديو في مجال الديب تك. فالرحلة كانت مختلفة، بس كنت محظوظة ان انا بدأتها الاول بالعكس. يعني اللي هو انتي بدأتي نطيتي في المركب وشفتي الفاوندرز بيفكروا ازاي والبيزنس والحاجات دي كلها. وبعد كده بقى از انفستور، يعني كنت محظوظه ان انا اشتغلت في الحاجتين مع بعض. يعني انا اول مره اعرف بصراحه ان انت كان عندك ستارت اب. ده حقيقه. لانه بجد احنا كنا عملنا، يعني كان في اكتر من حد عملنا معاه، فكان عكس التوقعات انه كان فاتح شركه وقفلها وبيشتغل موظف. اوكي. فده كان عكس النورمز اللي موجوده دلوقتي، اللي هو لا، افتح شركه وخليك مدير نفسك وكمل وعافر والحاجات دي. فانا بشوف ان الحاجات دي ساعات بتكون مضلله قوي، وبتحط على اي بني ادم لود كبير قوي، ان هو انا لازم اتشيف، انا لازم احقق، انا لازم انا ليه ما بقبضش $50,000 في الشهر؟ انا ليه مش عامل شركه فيها موظفين كتيره؟ فسنس ان معظم الناس دلوقتي وبزنس اونرز، سواء بقى في الكيترينج، سواء في اي مجال. فانا كنت حابه اعرف اكتر منك. انا بصراحه بيرسونال، يعني لما كان حد بيقول لي لا انتوا مش ستارت اب، انتوا اس ام اي، هي الفكره المسميات. احنا كمان يمكن انا اول لما بدات البيزنس كنت دايما بشوف الناس اللي بيعملوا انجح بيزنسز واخدين اوضه في الجريك كامبس. اوكي. لو ما خدتش اوضه في الجريك كامبس مش هبقى يبقى ناجحه، مش هعديها. فالموضوع اختلف خالص عن زمان. كان في طبعا ليدرز كتيره جدا زمان، وهم اللي شكلوا بشكل ما البيزنس اندستري او البيزنس ايكو سيستم. بس دلوقتي الدنيا اختلفت شويه، انه ابتديت احس ان لا، ان في ناس اكتر عايزه تعرف، خصوصا مع وجود شارك تانك، يعني ايه المصطلحات اللي بتتقال كده دي، صح. اللي هو اس ام اي، انفستمنت، سيد انفستمنت، بري سيد انفستمنت، يعني ايه يونيكورن ستارت اب. فانا اللي هو انا هعرف كل ده ازاي ومن مين؟ اوكي. فطبعا من الحاجات اللي انا كنت بتابعها ان انا بعمل ستوكينج لاي حد مثلا بيقول ان هو تبع فينتشر ستوديو او انفستمنت كومباني او حاجه. بس طبعا ده مهلك جدا لاي ستارت اب اونر. فعايزاه كده من الاول، يعني
الستارت اب ايه الفرق ما بين الستارت اب والاس ام اي مم. والكوربريت؟ يعني طبعا انا لو بنعمل حاجه ليها علاقه بالكوربريت، بس ده اكتر حاجات الناس بتسال فيها. فايه الفرق ما بينهم؟ يعني حتى في المسلسل بتاع البحث عن علا مم. هي عامله ستارت اب اسمه سكند شانس. يس. فحتى لما رايحه تاخد كارد، فهت لها ايه الكارد اللي انت يعني ده اسم ايه يا حبيبتي؟ فلما قالت لها كده برضو اتضايقت، فاهمه؟ فانا حسيت ان انا التاتش بوينت بتاعتي. اوكي. فبرضو عايزه نتكلم اكتر عن المجال ده لحد اول سنه بزنس او مم. اول سنه بيعمل حاجه. مم. لانه انا بيجي لي كومنتس كتيره انه مثلا حد بيقول لي انا عايزك في كونسلتنت منتور منتور شيب. بس الفكره انه المشكله مش في الماركتنج ومش في الايجنسي اللي هتجيبها. انت عايز توصل لايه؟ انت بتكلم مين؟ عايز تبيع شركتك؟ عايز تبقى فيها انفستور؟ طب الانفستور ده اصلا هيفيدك بايه؟ فكل الحاجات دي طبعا اوكي مستنيه تجاوبيني ماشي. عليها. ده هنرد على حاجات كتير لا قوي. انا نرد حاجه حاجه. ماشي طيب، اول حاجه انت عايزه تعرفي الفرق بين الستارت اب والاس ام اي. ببساطه شديده الاس ام اي هو البيزنس التقليدي اللي هو ما بيقدمش حاجه جديده للناس. يعني مثلا زي ما انت قلتي كده في المسلسل، هي بتعمل البراند كانت حاجات كوزماتكس، فهي حاجه تقليديه، فده بقول عليه اس ام اي. زي المطاعم، زي حاجات الكوزماتكس، زي اللي هو يعني مش بحل مشكله عند عميل. فالاس ام اي زي ما قلت لك هي ببساطه تراديشنال بزنس اللي هو قايم ان هو يجيب فلوس وخلاص، مش بيحل مشكله عند حد او بين عند عملاء. لكن الستارت اب الموضوع بيبقى مختلف. وكمان الاس ام اي بيبقى يعني زي ما بتقولي كده الاوبريشن بتاعه بيبقى مكلف، لان لازم يكون في مكان وايجارات ومرتبات وحاجات كتير قوي. وعلشان يتوسع هتلاقي تكلفته في التوسع كبيره. لكن الستارت اب بتبقى اول حاجه ان هي بتحل مشكله بانوفيشن سولوشنز. زي مثلا الستارت ابس اللي احنا بنشوفها دلوقتي، اوبر مثلا لما نزلت كانت بتحل مشكله ترانسبورتيشن بانوفيشن او انوفيتيف سولوشن بان هي ابلكيشن. والميزه في الستارت اب او اغلب الستارت ابس دلوقتي اللي هي ايه، انت تيك بيز. فانت لما بتيجي مثلا عايزه تنقلي او تشتغلي في شركه او تعملي ستارت اب او كده، لو عايزه تروحي السعوديه مش شرط ان انت، او عايزه توصلي للعملاء في السعوديه مش شرط يكون ليكي اوفيس هناك. ممكن توصلي لهم ان انت تارجتي العملاء من وانت مكانك. زي مثلا لو انت اي كوميرس او انت ابلكيشن حاجات لي علاقه بالهيلث تك مثلا، بتاع حجز مواعيد دكاتره زي فيزيتا مثلا او وات ايفر. فانت مش لازم اكسباند، فالاكسبانشن بتاعها بيكون اسهل واسرع. وزي ما قلت لك هي بتحل مشكله موجوده بين عند الناس بطريقه انوفيتيف. فده الفرق بينهم. الكوربريت بقى اللي هي الشركه اللي هو لما ربنا يوعدنا كده خلاص احنا وصلنا للمرحله اللي هي الكوربريتس الكبيره، الشركات اللي هي بسميها الشركات المساهمه والشركات القابضه، اللي هي بقى خلاص احنا وصلنا للمرحله اللي احنا بقينا شركات جامده وعدينا مرحله البروفيتابيليتي وبقينا مستقرين في السوق. ده الفرق بينهم. لكن السمول الاس ام اي بيبقى لسه يعني بزنس تقليدي، بس لسه بيبقى عايز يكبر ويتوسع، نفس الكلام. فده ردا على السؤال بتاع اللي هو انت عايز تعرفي الفرق بينهم ايه. طيب، في حته انت كنتي بتتكلمي فيها في الاول، كل الناس التقليدي ان هي دلوقتي عايزه تسيب، ان هي عايزه تفتح بزنسز والكلام ده كله. السؤال اصلا بقى، بما ان البودكاست بتاعنا جود انف، هل انا جود انف اصلا ان انا اكون بزنس اونر ولا لا؟ يعني انا عن نفسي لما كنت صاحبه بزنس لقيت ان الموضوع، اكتشفت في شخصيتي اللي هو ايه، لا يا جماعه انا مش يعني ماشي، وعملت نجاحات وعملت ارقام والحاجات دي كلها، وكانت تشالنج بالنسبه لي اصلا انا اكون بزنس اونر، وكنت شغاله فول تايم. بس في نفس الوقت انا ما كنتش اصلا حسيت اللي هو ايه، في تو ماتش ستريس قوي، وان انتي بتشتغلي عشان تصرفي على البيزنس. ما كانش بقى لسه في دماغي اجيب فند والحاجات دي كلها، كنت لوحدي في البيزنس، ما كانش معايا شركاء او اي حاجه. فلقيت ان في ضغط كبير وستريس قوي، فحسيت اللي هو ايه، لا انا مش بتاعت الكلام ده، مش عايزه. لا، حسيت اللي هو وفي اخطاء كتير وقعت فيها. لما قعدت بعد كده فكرت فيها، قلت لا انا مش ماتيريال فاوندر. يعني ومش عيب ان انا اقول لا مش ماتيريال فاوندر. فلازم اشوف اصلا السكيلز اللي عندي، هل انا يعني
نفسي طويل بقى، ده اهم حاجه، وانا بزهق بسرعه فنفسي مش طويل. تاني حاجه ان انا لازم ابقى يعني انا متفرغه للبزنس، يعني زي ما انتي بتقولي كده، يعني passionate بيه. حباه وكل حاجه، بس حسيت لمرحله اللي هو ايه، انا تعبت يعني، بيرن اوت وخلاص مش قادره اكمل، ومفيش حد يشيل معايا، وفي نفس الوقت كنت عامله اكتر حاجه يعني غلط ممكن تتعمل، ان انت شغاله فول تايم في مكان، والبيزنس ده سايد بزنس ومش متفرغه ليه. فده بالنسبه لي لا. فالسؤال بقى اللي هو لازم اي حد قبل ما يفتح بيزنس، يعني هل انا good enough as a business owner، ولا انا فيا السكيلز بتاعت رواد الاعمال او صاحب بيزنس ولا لا. يعني دي مهمه جدا قبل ما ناخد الريسك ونبيع اللي ورانا واللي قدامنا عشان نفتح البيزنس يعني. صح، دي حقيقة. لأنه بجد النهاردة يعني انبسطت إن أنا عامة عرفت إنه مش عيب أبدا إن إحنا نروح في تراك ونرجع فيه. بالظبط. يعني بدل ما نقضي حياتنا كلها في تعاسة أو إن إحنا عمالين أوفر ثينك، طب ليه؟ دلوقتي في شارك تانك بقى الموضوع اختلف شوية، بقت الناس عندها awareness عن المصطلحات البيزنس ترمينولوجي والانتربرنورشيب. لما بتقابلي ستارت ابس، ايه اكتر الغلطات اللي ممكن بتكوني كومن ما بين كل ستارت ابس؟ اوكي. فبيخليهم لما يجي لهم ريجكشن، لان انا قدمت في حاجات كتير طبعا وجالي ريجكشن، فمبقاش عارفه، ببقى هموت اللي هو ده. يعني انا سبت الشغل الكوربريت اللي هو انا اصلا بروح اعمل انترفيوز وبعدين يجي لي ريجكشن ميل، فاللي هو لا انا هفتح شركتي. فروحت شركتي عشان اخد انفستمنت، فقالوا لي لا والله مش يعني مش ابليكابل ان انت تاخدي الانفستمنت ده. فطبعا اسئله كتيره اللي هو امتى اخد انفستمنت، امتى ما اخدش انفستمنت، امتى يكون معايا شريك وامتى لا. اوكي. طيب هو ايه الاخطاء الشركات بتقع فيها وانا نفسي وقعت فيها؟ اول حاجه ان انت تكوني سولو فاوندر او لوحدك في الشركه. ليه؟ اللي هي لما بتيجي تاسسي الشركه كده فتقولي دي شركه فرديه. تمام. فالشركه الفرديه دي من اخطر الحاجات، لان انت شايله الليله كلها لوحدك. سواء كانت بقى البيزنس كسب تمام ماشي، بس انت وان مان شو، فانت بتشتغلي كل ده. بتبقي ساعات في بعض الاحيان انت محتاجه حد يعني يديبيت معاكي في الافكار، يقول لك ده صح ده غلط ده مش عارف ايه. يعني ما ينفعش تبقي انت لوحدك، انت مش عارفه برضو في الاول قراراتك دي صح ولا غلط. صح. تاني حاجه، انت لو لا قدر الله خسرتي فانت بتشيلي كل ده لوحدك. فان اول خطا، يعني انا عن نفسي مش برجح، ودي انا اتعلمتها، لا انا ما اكونش في مشروع لوحدي ابدا، لازم نبقى احنا تيم مع بعض. دي كانت اول حاجه مثلا بقابلها. تاني حاجه، انا كشركه المفروض لو انا رايح عايز تمويل اروح لمين مناسب للشركه بتاعتي. يعني مثلا زي ما انتي قلتي كده، احنا سكند تشانس اس ام اي. فالاس ام اي في بعض المستثمرين بيبقوا مختلفين بقى. يعني في مستثمرين تبقى انترستد ان هي تستثمر في شركات اس ام اي زي مثلا نوع شارك تانك. وفي المستثمرين بقى اللي هم بتوع الفينتشر كابيتالز والاكسلريتورز والكلام ده كله، دول مش بتوع اس ام ايز خالص، دول بتوع ستارت ابس، واغلبهم بيبقوا تك ستارت ابس والكلام ده كله. فانا كشركه لازم ابقى عارف مين الانفستور المناسب للشركه بتاعتي والمرحله بتاعتها. فلازم ادور على الانفستور المناسب اللي يفت للشركه بتاعتي. فدي تاني حاجه. تالت حاجه، ان انا يعني ما اكونش عامل شركه، او من ضمن الاخطاء مثلا انا مش الاس ام ايز مهمين جدا جدا، بس زي ما قلت لك ليهم تايب اوف انفستمنتس مختلفه تماما. مش ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. يعني الفينتشر كابيتالز او الانجل انفستورز او الاكسلريتورز او الكلام ده كله، يعني دول مش بيبقوا انترستد قوي في الاس ام ايز. طيب لو انا ستارت اب بقى مش اس ام اي، المفروض ان انا بحل زي ما قلت لك ان الستارت اب هي المفروض بتحل مشكله بشكل انوفيشن. يعني مثلا لو انا شركه في قطاع الصحه، فببقى شايف مشاكل الصحه اللي هو ايه، مشاكل موجوده ومش عارفه احلها، او في شركات تانية مش عارفه تحلها، فانا بحلها بطريقه بالتكنولوجي. زي شفاء مثلا. بالظبط. زي شفاء، زي فيزيتا، زي حاجات كتير قوي. فان انا بحل مشكله، لان الستارت اب بيبقى اغلب الستارت ابس بيبقى ليها امباكت على
الايكونومي والمجتمع. يعني عموما انت اي ستارت اب بتوظف ناس، بتخلق فرص عمل من الهايرنج اللي بتعمله. لما بتاخد استثمارات، فانت بتدخلي فلوس البلد، عمله صعبه، فانت ليها امباكت حلو على المجتمع او على الايكونومي عموما. بس الفكره اللي هو ايه الامباكت كمان، ان انت ممكن تحلي مشكلات شركات كبيره مش قادره تحلها، زي مثلا قطاع التكنولوجيا الماليه دلوقتي صح. عاملين حلول البنوك ما بتحلهاش او ما صح. عرفتش توصل لها، بس بقت تساعد البنوك في حل المشكلات دي. فبقى الشمول المالي اكتر، البيمنتس بقت اسرع، حاجات كتيره قوي. فدي تالت حاجه، ان انا ابقى الفكره بتاعتي تبقى بتحل مشكله بين حقيقي موجود. من ضمن الحاجات برضو الكومن ميستيكس او الحاجات اللي بنشوفها، هي ان انا ابقى مثلا في مرحله لسه بدري شويه ولسه مش عامل ارقام او ارقامي مش واضحه، وابقى مقيم الشركه تقييم كبير قوي. دي مش عشان حاجه، بس هو دايما نقطه الديبيت بين اي مستثمر واي صاحب شركه هو التقييم. ليه؟ لان انت لما بتيجي تبقي عايزه يعني تستثمري، انت بتقولي لي انا عايزه اديكي فلوس، فانا هاخد حته من صح. الشركه دي، فاحنا بنقعد بقى نتخانق انا هاخد الحته دي هتبقى قد ايه. فانت صاحبه شركه مش عايزه تفرطي في حاجه كبيره، وانا هديكي فلوس، ما انا هدفع فلوس، فانا عايزه اخد حته كبيره. فده نقطه الخلاف دايما اللي بيبقى فيصل قوي فيها، هو التقييم بتاع الشركه. احنا التقييم بتاعنا بناء بقى على ارقام بتتعمل وحسابات والاندستري بتاعت الشركه دي عامله ازاي، الحاجات دي كلها يعني. فعشان نشيل النزاع بين الاثنين بنعمل بقى valuation، وناس experts بتعمل الفالويشن ويقولوا والله الشركه دي قيمتها كذا، وانت لو هتدفع كذا هتاخد كذا. فخلاص يعني. بس قصدي ان انت كبدايه لو انت في الاول خالص ومش عامل لسه ارقام ولا مبيعات ولا محقق اي حاجه، ما اروحش مثلا اقول انا قيمتي 10 مليون دولار وانا لسه ما عملتش مبيعات ولا. ودايما هتلاقي الناس بتعتبرها لو فيما سوف يكون. ما ماشي يعني. بس انتي الاوضاع دلوقتي مش يعني الكورنت سيتويشنز دلوقتي ما بتبقاش عارفه انتي اللي جاي بعد كده هيبقى ايه، بكره هيبقى عامل ازاي. فحتى هتلاقي في شارك تانك زي ما انتي كنتي بتقولي اغلب الديبيتس على التقييم. صح. تلاقي مثلا هو عارض الشركه على 10%، يقولوا له احنا هناخد معاك 50%. فاللي هو يعني طب ايه طيب. فالفكره في دي من ضمن الاخطاء برضو اللي كنت بشوفها، او هي مش اخطاء، هي دايما بتبقى نقطه ديبيت. يعني انا مش شايفه اخطاء، بس هي بتبقى نقطه ديبيت دايما، ان انت ما تعملش اوفر فاليو الحاجه. رابع حاجه او خامس حاجه، ان هو يعني ساعات كتيره قوي بعض الستارت اب اونرز بيبقوا في الاول بيبقوا عندهم حته الكسوف ان هم يطلبوا المساعده في البدايه. صح. او او برضو مش بيلاقوا المكان او المنتور اللي يوجههم، اللي هو انا ماشي كده بنور الله. بس اقول يا رب. دي حاجه بستغربها، مع ان دلوقتي اصلا يعني البلد كلها دلوقتي يعني خلاص الدنيا بقت رايحه في حته رياده الاعمال، والناس دلوقتي بقت في كيانات كتيره بتساعد الشركات والحاجات دي. فبحس كتير جدا بتكلم مع حتى مش ستارت ابس، اس ام ايز كمان بيبقى محتاج يعني بيعاني في البيزنس بتاعه ومش عايز يطلب مساعده. طب ما تشوف ايه الجهات اللي ممكن. ساعات بيبقى خايف اصلا كمان الفكره بتاعته تتسرق بالظبط، او تتاخد، او ان الناس مثلا تحكم عليه حكم لا انت مثلا ست فمش هتكملي، اوكي. راجل فعندك التزامات، فبيحطوا ليبلز شويه كده لحاجات معينه، فبيخافوا في الاول. هي دي يعني بصراحه بستغربها جدا، لان انت لما بتاخد مساعده، انت بتساعدك عشان البيزنس ده يكبر، وبعدين انت اوريدي مش في مرحله الايديشن. يعني انت مش لسه الفكره في دماغك، فانت بتشوف، لان كده كده لو انت لسه فكره محدش هيساعدك قوي في الاول. صح. لو احنا مجرد فكره، خلينا متفقين. صح. لو انت لسه فكره في دماغك مفيش حاجه واضحه تمام هتنفذيها ازاي، ما حد هيبقى، كل الناس هتبقى متخوفه في الاول. طب اعمل اللي عليك وتعالى بقى نتكلم ونشتغل ونشوف، حتى طلع شكل اولي كده للمنتج هيبقى عامل ازاي، وتعالى واحنا ناخدك بعد كده. بس لو انت اوريدي شغال واوريدي نزلت السوق او الكلام ده كله، فانت بس عندك ستراجلينج في حاجات معينه، طب ما تطلب المساعده، مش عيب. زائد كمان ان انت يعني مش بتعمل مثلا بشوف حاجات كتيره قوي
اللي هو ايه، ما انا مش بعمل تسويق للمنتج بتاعي، ما بعملش ماركتنج اصلا. طب ما الناس يعني بيعمل حاجات تحفه جدا وحلوه قوي وما بيعملش ماركتنج للشركه بتاعته. طب ما الناس هتعرف ازاي؟ ويبقى صارف عليه كتير وصارف عليه اوبريشن وبتاع، فهي جت على الماركتنج. فبرضه دي حاجه يعني بستغربها جدا. واخر حاجه بقى برضه بلاقيها كومن قوي، اللي هي ان التيم فاوندرز يبقوا كلهم حاجه واحده، ما يبقاش فيه خبرات متنوعه. يعني مثلا تلاقيهم كلهم، لو احنا بنتكلم في تك ستارت ابس، كلهم سوفت وير انجينيرز، كلهم سي تي اوز. طب صح. ما مين هيمسك البيزنس؟ مين الكرييتيف ومين الماركتنج مين الماركتنج، مين البي دي، مين البيزنس ديفلوبر، مين الاوبريشن، مين السي او اصلا. فلازم يبقى في دايفرستي في التيم عشان كل واحد يمسك رول والبيزنس يبقى متكامل. لكن لو كلنا سوفت وير هيبقى، او كلنا تكنيكال، طب مين الجزء البيزنس اللي هيشتغل عليه؟ فدي اعتقد يعني يمكن في خلال الرحله دي الكومن ميستيكس اللي انا بقابلها، او اغلب الكومنتات اللي بتتقال للشركات عموما. يعني لو احنا بقى كنا في بيتشنج او في كونسلتيشنز او في اي انتيتي، دي اغلب الحاجات اللي بتتقال يعني. اوكي. البيتشنج بقى ليه طرق طبعا. اوكي. ودي يعني قعدت اتدرب عليها كتير قوي، لان انا كان عندي مشكله ان انا الناس ما تبقاش فاهمه احنا بنعمل ايه. وماشي، هم متحمسين لحماسي، متحمسين للباشن بتاعي، بس هم مش فاهمين هو بعمل ايه. ففي ناس كتير قوي تبقى عارفه اللي هو اتس ماي بيبي، فدي البيبي بتاعي، انتوا ازاي مش فاهمين اللي انا بقوله. فحته ان انا ازاي اعمل بيتشنج صح لانفستور، لانه ساعات احنا مثلا ممكن ننزل رايز اب. وانا صغيره كنت بعمل ايه؟ كنت مثلا الاقي حد يعني مهم بدون ذكر اسماء يعني، فاروح له انا رندا معتز بعمل زي كوبي رايتر، الله تحفه، ما ماشي صوت. اوكي. فانا بقى كنت اللي هو بجد بلاقي بوكر فيس، اللي هو بفضل مثلا، دي برضو فكره جود، ان انا بفضل افكر مثلا اسبوع ازاي ده الراجل عاملني كده، اوكي. وانا على فكره المفروض انت ما تعرفنيش، اسال عني، اللي هو ما اعرفكيش بجد. فمعظم الناس تبقى فاكره انه انا خلاص مثلا هقدم في اكسلريتور او انكيوبيتر، اشمعنى انا اترفضت. هنا بقى بنبني حته يعني كمان قبل البيتشنج، برضو الحته دي مهمه قوي، الريزيلينس، او ان انا استمر على فكرتي. يعني مش شرط ان انا لو انا خلاص اكتشفت ان انا مش حتتي ان انا ابقى فاوندر، تمام، بس افرض انا فعلا عايز كده بس بلاقي ريجكشن كتير جدا، فايه الحل للريجكشن ده؟ ما تاخدوش على نفسك. صح يعني تمام، اترفضنا، ماذا بعد؟ صح. ايه المشكله يعني هي الموضوع ان هو لا، هو ازاي رفضني انا؟ اوكي. مش رفض الستارت اب بتاعتي. فده وانا على فكره هو سيم كونسبت. يعني انت ما تاخديش الرفض سواء كان ليكي شخصيا او على الشركه. يعني ممكن يكون هو بصي، البيتشنج هي زي البرزنتيشن سكيلز بالظبط. عشان كده كنا دايما لما بنيجي مثلا ندي سيشنز للستارت ابس في الانكيوبيترز او في الحاجات دي كلها، نقول له ايه، شوف اكتر حد في التيم شاطر كبرزنتيشن سكيلز ومتكلم ولابق، وخليه هو اللي يعمل البيتشنج. مش لازم صاحب الشركه هو اللي يعمل بيتشنج. يعني مثلا لما كنت ببقى قاعده في مثلا انفستمنت ديلز مع شركات او كده، فكنا بنعمل اونلاين ميتنجز مثلا مع كده، فتلاقي ايه الميتنج فيه 3 ويندوز كده، اللي هو زوم او حاجه، السي او صاحب الشركه ومعاه 2 كوفاوندرز، تلاقي واحد منهم بيعرض والسي او قاعد ساكت. فمش شرط صاحب الشركه هو اللي يعمل بيتشنج. هي الفكره ان انت بتشوفي اكتر حاجه برزنتيشن سكيلز. مش كل الناس البرزنتيشن سكيلز بتاعتها زي بعض، صح. فانت بتشوفي انسب حد في الشركه البرزنتيشن سكيلز بتاعته حلوه، خليه هو يمسك الحته دي. الارت اوف بيتشنج بقى دي قصه ثانيه خالص، قصه كبيره، دي قصه ثانيه. بس الفكره ان هو ايه، ان انت لما تيجي تتكلمي في البيتشنج، لان ايه، على حسب، لان كانوا بيقول لك في مصطلح كده اللي هو ايه، الاليفيتور بيتش بالظبط، اللي هو ايه، لو انت قابلتي نجيب ساويرس في الاسانسير وعايزه تاخدي منه بس والله انا هتقولي له ايه؟ بقيتها يعني حتى وانا بكلم اي حد في البيزنس، انا رنا معتز كذا 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 كذا، هو بس اصبري خلاص. اصبري. فانا اتعلمت ده مع الوقت. بس معظم الناس برضو اللي هو يعني ممكن بيزنس اونر يكلمني ساعتين مبقاش فاهمه انت بتعملي ايه بالظبط. فاللي هو طب ما تقولي انت بتعملي ايه بالظبط. وده في بقى بالتكنيكس بتاعت البيتشنج، ان انت لو بتتكلمي في حاجه تكنيكال قوي بساطية. والحد مش نون تكنيكال،
تمام، ما بسطها جدا كانك بتشرح لحد فعلا مش فاهم خالص. بالظبط. يعني خصوصا مثلا في الشركات، انا بشتغل مثلا مع شركات البايو تكنولوجي والحاجات دي، ففي مصطلحات علميه ساعات مع ان انا خريجه علوم، بس أنا يعني تمام وبعدين يعني انت بتعمل ايه بالظبط، فساعات ما توصلش اللي قدامك اللي هو انت بتعمل ايه، فبسطها على قد ما تقدر. عشان كده بيبقى فيه اصلا حاجه اسمها اللي هو ايه، الارت اوف بيتشنج. بس لو اترفضتي بقى تمام، ما تاخديهاش بيرسونال، يعني مش عشان انتي وحشه او كده. ممكن يكون التايمينج ما كانش مناسب، ممكن يكون يعني هو not interested في البيزنس بتاعك اصلا. ممكن يكون انت ما جذبتيش، زي مثلا الحاجات بتاعت الكونتنت اللي هو الهوك ما كانتش يعني اتراكتنج جدا. طب ففي حاجات كتيره قوي. بس اهم حاجه ان انت عايزه تكملي وتوصلي، مثلا عايزه ادخل البروجرام ده، عايزه اخد فلوس، فيعني تمام. يعني انا بالنسبه لي اللي هو ما نترفض ايه المشكله، يعني مش هيحصل حاجه. يعني انا بالنسبه لي من انصار الفكره دي دايما. من الحاجات اللي انا عرفتها مؤخرا طبعا عشان اعرف انا عايزه اروح فين واعمل ايه، في حاجات طبعا هي اكزيت بلان، اوكي. ايكويتي. فانا طبعا ايكويتي ما كنتش فاهمه يعني ايه اصلا، ايه ايكويتي دي، ايه اوكي. الكلمه الغريبه دي وبحس ان هي يعني ما مش فاهماها. وحتى لما حد مثلا يقول لي هاخد نسبه من الشركه، هتعمل بيها ايه؟ مقابل فلوس هتعمل بيها ايه؟ فبرضه الحاجات المصطلحات اللي زي كده، امتى اعمل امتى ابيع شركتي، امتى اختار الانفستور الصح، وامتى يكون معايا انفستور فعلا وياخد ايكوتي من الشركه، وامتى لا انا هشتغل والشركه هتجيب لي فلوس والدنيا بتدور او كده. يعني امتى اقول ان ده الوقت ان انا اسيك انفستور او لا. طيب انت دلوقتي حته الايكوتي عباره عن شراكه. انا دلوقتي اديتك فلوس علشان اخد حصه من الشركه. لو انا ما خدتش منك حصه من الشركه وقلت لك رجعي لي الفلوس تاني، ده كده دين، يعني ده كده قرض. بالظبط. فدي قصه تانية، يعني اللي هو انا استلفت منك فلوس وخلاص تمام. لكن الشراكه اللي هو ايه، طبيعي ان انا هديكي فلوس، هاخد منك حصه من الشركه، ببقى شريك معاكي في الشركه. نفس الكونسبت بتاع المستثمر، هو انا بديكي فلوس مش لله، هو بديكي فلوس عشان اخد حصه من الشركه. اي شركه بيبقى فيها ناس مساهمه، مجموعه مساهمين اصحاب شركه، كل واحد ليه حصه على حسب ليه نسبه على حسب كل واحد حط فلوس قد ايه ودوره والكلام ده كله. فهو دخل معاكم بيتحط على الليله دي، وبياخد برضو نسبه من قصاد الفلوس اللي هو اخدها، اللي اداها. طيب هل انت بقى اصلا عايزه تبيعي الشركه ولا لا؟ دي قصه تانية. يعني ده بريفرنس، يعني مش كل الناس بتبقى بتعمل بيزنس عشان يتباع. يعني ده على حسب. هو المستثمر كده كده بيبقى داخل في اي شركه عشان يكسب بقى، سواء كان هياخد الشركه تتباع فياخد نسبته، الشير بتاعه لما الشركه تتباع فالفلوس بتاعته ترجع له اضعاف اللي حطها، او ان هو لقى ان الشركه دي اصلا مش رايحه ناحيه اكزيت، فخلاص انا مش هكمل معاكم فهخرج فتدوني الاسهم بتاعتي اللي انا خدتها قصاد التقييم الحالي بتاع الشركه. ففي حالات كتير قوي. هل كل الشركات عايزه تعمل اكزيت؟ لا، انا ساعات كتير بقعد مع شركات يقول لك لا انا مش هبيع الشركه بتاعتي. ده بقى بالنسبه للمستثمر ايجابي ولا سلبي؟ يعني في مستثمرين هو بيبقى سلبي، لان المستثمر اللي بيبقى داخل معاك، المستثمر مش الشريك، المستثمر بيبقى عايز لا انا هقعد معاك فتره تمام، الشركه اتباعت خير وبركه، هاخد الفلوس اللي انا يعني اديتها وخلاص. لو بقى لقى ان الدنيا دي كلها فهو اتدبس خلاص، فهيقول لك لا خلاص شكرا، هيعرض الاسهم بتاعته للبيع وخلاص، وحد بقى من الشركاء يشتريه او يجيب ناس من بره يشتري الاسهم بتاعته whatever. بس البريفرنس بتاع المستثمرين اللي هم بتوع الفنتشر كابيتالز والناس دي كلها، لا هو لازم يبقى فيه اكزيت. احنا مش علاقة مكملة طول العمر، يعني يوم لما تكمل اخرها مثلا 7 سنين، بحيث ان الشركة على بال ما تبدأ تعمل فلوس وتقف وتوصل لمرحلة ربحية ومش عارف ايه وتتباع، فقولي مثلا 7 8 10 سنين بالكتير. غير كده خلاص بقى يعني تمام. فهي بتبقى وجهات نظر، هي preference.
كل اصحاب الشركات بيبيعوا شركاتهم، لا بس كل المستثمرين بيبقوا عايزين يكسبوا، فده طبيعي بالظبط. يعني، ده طبيعي. طب بالنسبة للسنين الربح او اللي انتي قلتيها دلوقتي، اللي هو انا هنجح خلال سنة. في ناس بتبقى مستعجلة على ان هي تنجح وتكبر وتكسباند وتروح ماركتس جديدة. فهل ايه الكرايتيريا اللي بنحدد على اساسها احنا عايزين نكسباند ولا لا؟ هل احنا بنخسر ولا بنكسب؟ طبعا دي ليها علاقة بالفاينانس اكتر، بس وحسب كل ستارت اب. بس برضو زي ما قلتي الناس يعني امازون، كنت سمعت ان هي ككيس ستادي ان هي كانت بتخسر لفترات طويله قوي على بال ما حققت ربح. مم. ف... فهل ده برضو يعني الناس عندها ستارت اب اللي هو لازم نجري بسرعه، لازم نجيب تيم، لازم نعين، لازم نعمل، عشان يعني دي ستارت اب فلازم نجري بسرعه. فهل فكره السرعه دي وان انا احقق اتشيفمنتس دي فكره بالك فعلا؟ يعني الناس كلها لازم تعمل كده؟ هو انت لازم تحققي اتشيفمنتس، بس كسرعه على حسب انت التايم لاين اللي انت حاطاه لنفسك قد ايه، وعلى حسب كمان الامكانيات اللي معاكي. يعني لو انت مش معاكي امكانيات، طبيعي ان انت هتبقي متحركه واحده صح. واحده ببطء. لكن لو انت معاكي حد بيساعد، او في مستثمرين معاكي وحد وتيم وكده، ما احنا بس يعني ما هنشتغل. بس الفكره في الاكسبانشن اللي هو ما اعملش اكسبانشن سريع من غير ما ادرسه. يعني انا دلوقتي فاتح في مصر، تمام، عايزه افتح في السعوديه. هل اصلا المكان اللي انا هفتح فيه ده، هل في نيد؟ يعني محتاج اللي انا بقدمه؟ ما يمكن يكون شغال في مصر كويس، بس لو راح السعوديه مش هيشتغل احسن حاجه. فلازم ادرس، يعني الخطوه بتاعت ان انا هفتح في ماركت جديده لازم ادرس، ولازم ابقى عارف القوانين بتاعت البلد اللي انا رايحها. يعني هفتح شركه، ماشي، طب الاجراءات قد ايه، الضرايب هناك عامله ازاي، كل التفاصيل دي كلها. الكاستمر بيهيفير نفسه، يعني ما ينفعش مثلا طريقه الاعلانات اللي بعملها في مصر مع الناس اللي صح. في مصر اعملها في الخليج. والمنتج اللي ممكن يكون اصلا طبيعه المنتج اللي بقدمه في مصر، لو انا مثلا بسترخص شويه في الخامات في الكواليتي، هناك مش هينفع كده. صح. فلازم ابقى دارس شويه واي ثينك يعني في كيس ستادي دلوقتي معروفه يعني بدون ذكر اسماء، حصلت المشكله دي ان هو لما يعني حصل مشكله تانية في بلد هو شغال فيها، يعني من فيدباك الناس اللي هناك قال لك احنا مش هنتعامل مع اي براند تاني بسبب الموضوع ده. طب ليه اوصل للمرحله دي؟ فهي الفكره ان انا الاكسباند، يعني ان انا اوصل لمايلستونز دي حلوه جدا. كده كده اي بزنس لازم يبقى حاطط تايم لاين، انا في خلال وقت قد ايه هحقق قد ايه، اجيب عملاء قد ايه، اعمل ارباح قد ايه، الكلام ده كله ده طبيعي. بس هي الفكره ان انا عايز بقى اروح حاجه تانية او اتوسع، فلازم ادرس قبل الخطوه دي. فانا مع الاكسبانشن طبعا، بس ما اروحش في يوم وليله وخلاص. يعني واحده واحده كده وبسم الله، ونعمل الواجب اللي علينا في البلد اللي احنا رايحينها، وبعدين نقرر ولا لا. بس يعني ده رايي في الحته دي بالظبط يعني. حلو قوي. طيب ممكن تقول لنا كده معظم الحاجات اللي ممكن تكون بتقدم مساعدة لرواد الأعمال مثلا، يعني أساميها أو كده؟ يعني لو احنا بنتكلم في الشركات اللي هي اللي في المراحل اللي لسه يعني في البداية شوية، فانت عندك في الاكسلريتورز والانكيوبيتورز، زي مثلا منت بتاعت اي جي بانك بتعمل ده، اي سي فنتشر لاب، في فلات 6 لابس، في لو احنا مثلا في الانكيوبيتور بتاعتنا بتاعت جامعة حلوان باي كلاستر، على حسب انتي في انهي سيكتور او الكلام ده كله. ادفنتشرز مثلا في قطاع التعليم او كده، ده لو انتي لسه في البدايه خالص. في دلوقتي لو انتي بتدوري بقى، لو انتي اس ام اي، فطبعا عندك مسميده جهاز تنميه المشروعات. لو انتي حاجات في الصناعه، ففي مبادره ابدا بتاعت رئاسه الجمهوريه للصناعه. ففي حاجات كتير قوي، في تحالف وتنميه، يعني في مبادرات حكوميه لدعم الصناعات ودعم الشركات اللي هي المتناهيه الصغر. والحاجات اللي ليها علاقه بالستارت اب زي ما احنا قلنا، في انكيوبيتورز واكسلريتورز، وفي فينشر كابيتالز لو احنا للتمويلات. يعني سيرش على جوجل او شات جي بي تي هتلاقي في انتيتيز كتيره جدا ممكن تساعد. وكان في دكتور نبيل شلبي كان عامل خريطه كده للايكو سيستم في مصر، موضح كل الايكو سيستم بلايرز اللي موجودين، انكيوبيتورز، اكسلريتور، فينشر كابيتالز، حاجات كتير قوي. دي برضو مفيده جدا. حلوة قوي.
اخر حاجه بقى، بما ان انت خلاص بقيتي شريكه في كونتنت كريشن، اوكي. فقولي لي بقى رحلتك في الكونتنت كريشن على الانتربرينورشيب عامله ازاي؟ رحله صعبه جدا. ما كنتش اعرف ان ازاي بتحط الموضوع الهوك صعب. يعني عايزه اقول لك الموضوع اصلا بدا صدفه. كنت كان قبل حتى ما شارك تانك السيزون الاول يبدا، كان في يعني ويب سايت اديوكيشن مكلمني عشان اقدم كورس معاهم، وطلبوا مني فيديو عشان الكورس وكده. وبعد كده لقيت اللي هو طب لقيت نفسي كده بعمل فيديو تاني اللي هو ايه، هنتكلم على التابس والتراكس بتاعت ريادة الأعمال. ونزلته ساعتها بعدها السيزون الاول اللي اتعرض بتاع شارك تانك. انا بقالي سنه تقريبا بقدم الكونتنت او سنه ونص يعني. طبعا البرنامج عجبني جدا وحلو قوي، وزي ما قلت هو يعني عمل ايه، اثر الجاب ما بين الناس اللي عايزه تفتح بزنس والحاجات اللي هم ما كانوش اصلا عارفين الحاجات دي كلها. بس كنت دايما بلاقي في الكومنتات على عندهم مثلا على البيج بتاعتهم اللي هو ايه، هو يعني ايه الكلمه دي، يعني ايه EBITDA، يعني ايه ايكوتي، يعني ايه شيرز، يعني ايه الحاجات دي كلها. فطب وات اف اللي هو طب ما تعملي ده، وبما ان ده مجال شغلي اصلا وكان دايما ناس كتير بتقول يعني فيدباك اللي هو ايه، انت بتعرفي تشرحي بطريقه كويسه يعني. عملت فيديوهات وكده. وبدات اتكلم عن التيرمز بتاعت شارك تانك واشرحها والحاجات دي، واتكلم بقى تيبس وتراكس في الانتربرينورشيب. بس الموضوع بالنسبه لي لا مرهق قوي، ما كنتش عارفه ان انتوا ككونتنت كريتورز بتتعبوا جدا. والله الموضوع مش شات جي بي تي خالص. لا خالص، لا الموضوع خالص. وبعدين بقى بدات اتابع بقى التيبس والتريكس بتاعت اللي هو انا كنت اصلا مركزه على تيك توك، وبعدين لان الفيسبوك بيرسونال بروفايل، صح. وانستجرام برضو نفس الكلام. فقلت طب خلاص خلينا ايه تيك توك نبقى بروفيشنال فيه. فلقيت بقى ان تيك توك اصلا ده عالم تاني، وكل شويه الالجوريزم والكونتنت كريتور سيرش انسايت وحاجات غريبه. لقيت الموضوع يعني متعب، بس بالنسبه لي لما بيجي لي بقى فيدباك اللي هو انت بتعرفي تشرحي كويس، المعلومه دي انا ما كنتش عارفها، ده الكلمه دي كانت صعبه بالنسبه لي وانتي بسطتيها لي. لقيت الكومنتات يعني ساعدتني او فرحتني بقى اللي هو ايه، لا كملي يعني، رغم ان انا بزهق بسرعه، بس لا يعني واي نوت ما تكملي في الموضوع يعني. يعني كملي، لان ما فيش حد بيتكلم في الموضوع ده بشكل كبير. يعني في ناس ممكن تكون بتتكلم فيه، بس برضو لسه ستيل محتاجين بول اوف منتورز ده حقيقة، كتيره، لان مش هنستوعب كل الناس. ف حاجه اخيره برضو، انا مش عايزه اقفل بصراحه. لو انت بتدي، انا عارفه ان انت اديتي كذا منتورشيب للبرنامج اصلا، من ضمن البرنامج بتاع شارك تانك، وفي ناس مثلا ممكن تغير البيزنس موديل بناء على المنتورشيب بتاعتك. فايه السكيلز او ايه الكواليتيز بتاعت اجود منتور اوكي. اللي بتدوري عليها؟ لان انا وانا ببدا قابلت ناس ساعدتني، وقابلت ناس حطمتني. يعني تحطيم يعني اللي هو لا توصلي فين، ما في كومبيتيتورز بتوعك، هتروحي تفتحي جنب الشارك الكبير ده. فاللي هو ايه المشكله؟ انا حاجه بحبها، الحب مش كفايه يعني، الباشن مش كفايه، فاهمه؟ طب انا بحب الحاجه انا بعملها. فعلى العكس في ناس تانية لا ساندتني ووقفت جنبي، وستيل منتورز معايا دلوقتي، وترينرز كمان في كوبي رايتر. فايه هي السكيلز؟ امتى اسمع لمنتور، وامتى اللي هو طب ما اقعد على جنب كده ماشي طب انا هكمل؟ هو سؤال تريكي جدا. تريكي. جدا يعني صعب قوي. بصي انا بالنسبه لي الجود منتور هو ان يكون فاهم في اللي انتي بتساليه فيه. يعني مثلا انا دلوقتي عايز في مجال صناعه او في مجال الاندستري، عايزه اسالك في حاجه فيه، فاروح لحد شاطر يعني يكون شغال في المجال ده. تمام. فاغلب الحاجات بالنسبه لي انا يعني لما بدي نصيحه لحد بكون يعني على الاقل يا اما اشتغلت في الصناعه دي، يا اما عندي انفو عنها او عارفه تفاصيل فيها. لكن لو حاجه مثلا برايا، لا ما يعني مثلا في ناس كتير كانت بتكلمني في البلوك تشين والبيتكوينز والحاجات دي، لا دي برايا، انا مش بتاعت سايبر سيكيورتي او مش بتاعت بيتكوين او بلوك تشين او الكلام ده كله. فالجود منتور ان هو يعني انا مش هقول على نفسي جود منتور او حاجه، بس ان هو يكون فاهم. يعني لما تروحي لحد
يبقى فاهم في المجال اللي انت شغاله فيه. دي اول حاجه. تاني حاجه هي طريقه النصح بتختلف على حسب البرسوناليتي بتاعت الشخص اللي انت بس هي بتتعاملي دي معاه. بالنسبه كتيره ايوه. مش بيعملوا كده. يعني هي لا بتختلف. لا 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 بالظبط. روح شوف مامتك عايزه لا هي بتختلف على حسب الشخصيه. يعني مثلا لو يعني في ناس ممكن كده كده احنا لازم نقول النصيحه بطريقه اللي هو ايه، حتى لو اللي قدامي مش مقتنع، هي دي في الاول وفي الاخر شركته. يعني مش انا اللي هتحمل مسؤوليه الشركه دي نجحت او فشلت، مش بتاعتي. انا كل اللي عليا ان انا هقدم له النصيحه. فالفكره في الواي اوف ادفايس ان انا بقولها له ازاي واساعده في الجيرني بتاعته. يعني مثلا كنت شغاله في الانكيوبيشن بتاعتنا في جامعه حلوان. كان في كيس ستادي في مجال في شركه في قطاع الاغذيه والمشروبات. حاجات ليها علاقه بيقدموا الهيلثي فود والكلام ده كله. انا قطاع الاغذيه والمشروبات ما دوستش فيه قوي، بس الفكره كانت ان كان في ريزيستنس من صاحب الشركه. واحنا كنا ساعه فتره الاحتضان انا كنت مسؤوله عنهم طول الفتره، وماسكه الشركه دي منتورنج بقى، وبنجيب لهم منتورز اكسبرت في الحته دي وكده. بس كان في مشكله في البيزنس موديل بتاعه، والبيزنس موديل لازم يتغير. يعني ما كانش بيفت الماركت اللي هو فيه. وانت عارفه الهيلثي دايت دلوقتي بقى الناس كتير فيه، والكلام ده كله منافسه فيه شديده. فكان لازم ينزل بحاجه ما يعني اللي هو ايه السوق ما ياكلوش فيها. فكان في ريزيستنس في الحته دي اللي هو ايه، هو كان قافل على الفكره بتاعته، لدرجه ان احنا برضو جبنا له منتور في المجال بتاع الفود اند بافرج. يعني المنتورنج سيشنز كانت شد وجذب اللي هو طب. ساعتها بقى اللي قلت له ايه، بص يعني احنا هنقفل على نفسنا الدنيا كده، وانا وانت هنشتغل مع بعض. ولازم تسمع الفيدباك. لو الفيدباك اتكرر من كذا حد يبقى دي حاجه تحط عليها سيركل. يعني سيبك مني انا، بس انت سمعت فيدباك من شخص واثنين وثلاثه واربعه حتى من الكاستمرز كمان، يبقى الحته دي لو انت مش عايز تشتغل عليها دلوقتي بس على الاقل اعمل عليها هايلايت كده ان انت محتاج تفكر فيها. فبدانا بقى اللي هو ايه، كان في حته الريزيستنس والمقاومه والكلام ده كله. فهي الفكره في طريقه النصح، وان انت مش عايزه تضريه، انت عايزه تساعديه. صح. يعني تحسي ان انت دايما ايه اللي هو كنت مثلا اللي هو ايه، طب بص على ده، بص على الناس اللي بتقدم الحاجات دي، بص شكل الباكجينج عامل ازاي، بص الحاجات دي كلها، لغايه لما هو اقتنع خلاص ان انت فعلا عايزه تساعديه. ونقل الموديل واختلف تماما، ونزل حتى نزل السوق وتيست وبتاع. ولما الناس شافت ده كيس ستادي قال لك لا المنتج التاني احلى بكتير جدا من المنتج الاولاني، هو اقتنع. فالفكره في المنتورنج ان انت تصاحبي الشخص اللي انت بتديله سيشن. ما يعني انا بالنسبه لي ما بحسش ان هو ايه هقول لك نصيحه كده وخلاص، لا لازم ابقى فاهمه البيزنس بتاعه كويس جدا، لازم ابقى محضره اللي انت بتعمله ده اصلا عباره عن ايه، ارقامه، الحاجات دي كلها. ونفس الوقت ابقى بتعامل معاه بان احنا صحاب وشخصيه. يعني مش هقول لك كلام كده وخلاص، تقبلته اتس اوكي، ما تقبلتوش طب تعالى نفكر ونشوف ونعمل، يعني كانك بارتنر معاه مش مجرد كده. فده بالنسبه لي الجود منتور هو ان هو يستحمل الشخص اللي قدامه، وما يبقاش في حته اللي هو ايه حتى لو لقى فيه ريزيستنس من الشخص ده يعني يستحمله. لان طبعا في الاول وفي الاخر انت رايحه تقولي لحد اللي انت بتعمله ده غلط، صح. فلازم طبيعي هياخد موقف اللي هو ايه ده، يعني قصدك يعني انا كنتش شغال غلط، يعني انا ما بفهمش، يعني انا مش عارف ايه. اي انسان طبيعي لما تيجي تقولي له انت بتعمله ده غلط هيبعد كده ويقف ويستوب يقول لك لا ده انت اللي ما بتفهمش. فهي دي بالنسبه لي اكتر حاجه، يعني الواي اوف ادفايس دي اللي بتفرق جدا مع الناس. يعني بصراحه المنتورشيب بتاعتك فادتني كتير قوي. ساعات ما تسلم. انساهاش كانت في رمضان لما ايوه بعتي لي فاكره. الميلينج بس انت اوبورتيونيتي سواء سمر. فصراحه دي كانت من احسن الحاجات اللي انا فاكراها لحد دلوقتي. ويمكن وجودنا النهارده هنا مش عشان كده بس، علشان
انا مؤمنه ان الشخص، عارفه اللي بيطلع في الافلام اللي هو بيبقى عليه هاله كده أيوة. بيطلع ياخد الشخص الطيب اللي هو يعني اعمل الصح او اعمل الصح، اعمل صح بالظبط. ده بيبقى بيفرق كتير قوي. حتى لو الشركات ما كملتش، حتى لو كل حاجه، بس اتليست انت بتتعامل مع بني ادمين في الاخر. بالظبط. ما تجيش تقول لستارت اب انت اللي بتعمله ده فاكسان، اللي جنبك بيعمل احسن منك. بالعكس، احنا دلوقتي لما كبرنا بقينا نعمل كولابريشنز مع اللي جنبي ومع اللي جنبي ومع دي اللي جنبي، حقيقة. نعمل حاجات كتيره جدا مع الناس اللي حوالينا، لانه شايفين ان الكولابريشنز على فكره بتفيدنا اكتر، مش بتضرنا خالص. هي فعلا الناس بتيجي تحكم لما البيزنس يكبر، بس في الكيس اللي هي بتاعه التوهان دي ما حدش بيتكلم فيها خالص. فبجد انا مبسوطه قوي ان انت كنت وانا معايا كمان النهارده جدا والله بجد. ومش عايزه اخلص بس يعني ولا انا. مبسوطه بجد بجد وطبعا يعني هم لازم يتابعوا الكونتنت كله بتاع سمر. انت عندك على تيك توك بس ولا في؟ عندي على التيك توك، ودلوقتي بدأت انزل على اليوتيوب. اوكي، بس حلو قوي. ميني دلوقتي التيك توك يعني. اوكي، طب وهل بتقدمي منتورشيب لاي ستارت اب؟ اه يعني بيكلموكي على تيك توك ولا؟ يعني اغلبهم بيبقى على التيك توك. يعني ببقى اكتف عليه اكتر عشان كل الكونتنت بيكون عليه. اوكي، حلو قوي. يعني شكرا جدا، وانا شكرا وحقيقه ليكي مبسوطه جدا، قوي. انبسطت قوي. وانا وانا كمان كمان. والله جدا. ميرسي يا شكرا. رندا، شكرا ميرسي يا ليكي. حبيبتي.